العميلات كي راكم دايرين؟ واش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل فرحانين كيما فرحة نهار اليوم وفرحة هذه المناسبة، فرحة زيادة النبي عليه أفضل الصلوات والسلام، خاتم الأنبياء والرسل وحامل رسالة الإسلام والسلام. هذا نهار زين ومربوح نستقبلوه بالشموع، وربي يضوي يمكم كامل البنات ويستر عليكم آمين أجمعين. وكذلك بالصلاة والسلام على رسول الله نستقبلوا هذا النهار بالمديح الديني والحنة للدراري الصغار والكبار، ونستقبلوا أيضا هذا اليوم بالدعاء باليسر والستر والشفاء والشفاء لنا ولجميع المسلمين، والهداية لنا ولكم أجمعين. هكذا تربينا ولقينا جدودنا يديروا كلش بالنية، كما يقولوا إنما الأعمال بالنيات. دونك اليوم جبت لكم وصفة الطمينة الهندية والحصرية على قناتي حبوباتي، تهبل سهلة وبنينة وحاجة جديدة بيانسور، تجي معلكة ورطبة وتذوب في الفم كيما المرانج. لازم تجربوها البنات باه تفهموني، والناس اللي خافوا ما تعجبهمش ولا وزيد الطبخ راهو اذواق حبوباتي، ما تنقصوش من المقادير، فقط ديري كيلة اصغر من هذا الكاس اللي استعملت. اول حاجه نديرها حبوباتي، راح نجيب كسرولة ونحط فيها كاس بيان بومبي تاع السكر، ما يعادل كاس وربع. هذا المقدار كافي باه تجي الطمينه تاعي معتدله في السكر، باه ياكلوا منها كامل افراد العائله. واللي يحبوا الحلاوه كيما انا بيانسير يديروا 2 كيسان تاع السكر بكاس تاع الماء ناقص 2 صباع. انا درت هنايا كاس وربع نتاع السكر مع نص كاس تاع الماء، راح نحطهم فوق النار يغلو. ومن جهه خلاف راح نجيب كاس تاع حليب، نزيد مغرفه صغيره تاع كركم ونخليهم بجيه باش يطلق هذاك الكركم اللون نتاعه في الحليب. كما تعرفوا الكركم مفيد للصحة والهنودة يستعملوه بزاف في طيابهم. هذا الطمينة بزاف سهلة، فيها خطوات برك، نظموا رواحكم. انا حبوباتي كي تشوفوا داك السكر يغلي نقصي للنار باه يجي سوا مع الخطوات الموالية. من جهة خلاف راح نجيب مقلة نحط فيها كاس، سمعوني مليح البنات، كاس مزيج بين السمن والزبدة. غير يبدا يسخن شوية نزيدهم كاس نتاع الفرينة وفرينة الرز محمصين بيانسير. تلقاوها تتباع في لي سوبيرات. اللي عندها روبو مليح تطحن الرز في الدار. المهم حمصوهم كيما تحمصوا السميد تاع الطمينة عادي، تصفار برك وتطفوا عليها. انا كنت وجدتها من قبل باه ما نطولش معكم في لا فيديو. المهم عميراتي خلطهم مليح على نار متوسطة حتى نتأكد باللي ما كانش كتل تاع الفرينة والرز. في هذه المرحلة راح نزيد كاس تاع كاوكاو مطحون، واللي توفر عندها المكسرات بيانسير باه تجينا الطمينة تاعنا بنة على بنة. راح تدي من كل حاجة شوية وتطحنهم وتعمر هذاك الكاس ولا الكيلة اللي استعملت. وايضا نص مغرف تاع الهيل يكون مطحون. وكما شفتوا معايا هنايا السكر وجد كي تدي شويه بين صباعتك ويبقى يتعلى كيما هكا يكون صايي اوجد. نجيب هذاك الكاس اللي حطيت فيه الكركم ونضيفه ونطفي اقبل على النار ونخلط مليح حتى يتشرب. هكذا البنات كما راكم تشوفوا.
ونجيب هذاك السكر ايضا ونقلبه فوقهم ونخلط هكذا. في البداية يجي الخليط نتاعنا محرحر، غير تبدي تخلطي يجمع روحه. كيما الطمينه تاع السميد نديرو لها العسيله غير تبرد شويه تبدا تتماسك معانا. وهنا راح نجيب صينيه ونحط فيها بابي كويسون باه تسهل عليا كي نعود نحيها من البلا باه ما تتخسرش معايا. راح نفرغ الخليط ونوزعه كامل في الصيني ونقاد السطح والتقطيع. حبيت نقطعهم مستطيلات ولكم الاختيار، وايضا تقدروا تعمروهم في قوالب السيليكون بالاشكال اللي تحبوا، يخرجوا روعه ويهبلوا كنوع من انواع الحلويات السهله والبسيطه في العيد ولا الزيادات ولا حتى في العراس كفكره. وعلاش لا خاصه هذوك اللي فيهم الثقب في الوسط هكذا يتعمروهم بالنيسلي ولا وريدات تاع الغاناج ولا الشوكولا. المهم فكره مليحه. كما راكم تشوفوا انا زدت رشيتهم بشويه تاع السكر حبوباتي، وحطيت لهم هذوك الحبيبات نتاع اللوز. تقدروا تستغناو على هذيك الرشه نتاع السكر الناعم. كما قلت لكم خيار التزيين. انا حطيتهم في هذو لي دونتيل ومن بعد حطيتهم عفوا، ومن بعد حطيتهم في هذوك لي كيسات باللون الابيض. شوفوا البنات ما شبعتش من التصوير نتاعها صراحه، جات روعه الروعه. عجبت كامل الخواتات والكنه والبنه خطاتكم. راني ذقت في بلاصتكم البنات المقوله الشهيره. المهم جربوها وشاركوا الوصفه مع احبابكم. وكما شفتوا في بدايه الفيديو كنت درت شويه سفنج. مره اخرى راح نشارك معكم الوصفه. هذاك الخبز يديروه القبايل خبز مقلي، ودرت شويه نتاع الطمينه وشعلت هذوك الشميعات وفرحت الاولاد وغنيت لهم. البنات حشمتنا نحط لكم هذاك الغنى كامل، كان يضحكوا اخواتاتي وماما فعشان نحط لكم بالك في التيك توك راح نحطها لكم ولا الانستغرام بالك. المهم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى.